ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جايب لكم النهارده تمرينة رجل، حاجة كويسة جدا. عايزك تركز في التمرينة دي قوي. تمرينة للناس اللي مستواها متوسط او مستواها متقدم. لو انت مبتدئ حاول ما تجربش التمرينة دي عشان هتبقى شديدة وقوية عليك شوية. يبتدي بإذن الله الفيديو. اول حاجة طبعا زي ما احنا متفقين لازم نسخن رجلينا كويس جدا. زي ما انت شايف كده بسخن فردي على جهاز اللي هو الليج اكستنشن. بسخن كل رجل لوحدها شوية حلوين، بنضخ الدم كويس في العضلة. ما تستعجلش وانت بتسخن، سخن براحة عادي خالص. خش لك دورين تلاتة كده تسخين كل رجل لوحدها زي ما انت شايف كده. الوزن برضو يبقى كويس، يعني انا شايل هنا في حدود 30-40 كيلو. هتلاقيني كل دور برضو بزود، ده لسه تسخين. تمرينة للمستوى المتقدم شوية يا شباب. حاول ما تقلش، عايز تجرب التمرينة دي يبقى اوزانك تبقى خفيفة شوية. ده اخر دور في التسخين. لو ملاحظ الوزن انا حاطط وزن تقيل شوية. لو بصيت برضو على رجلي هتلاقيها ابتدت يبقى فيها بمب، احنا لسه بنقول هادي، وهتلاقي الوزن تقيل شوية عليا. كل ده لسه تسخين. ده كده اول دور اللي هو الهاك سكوات. ممكن تلعبه على الجهاز ده لو عندك في الجيم، لو مش عندك في الجيم ممكن تلعب سكوات عادي خالص. جهاز كويس جدا وبيجيب معاك الخلفيات بطريقة كويسة. ده تاني دور برضو هتلاقيني مزود الوزن شوية. حاول على قد ما تقدر تنزل على قد ما تقدر، واحدة واحدة وانت طالع وانت نازل. وحاول وانت فوق ما تقفش وتقرص على رجلك كتير، متخليش المفصل بتاعك يوجعك. حاول تنزل وتطلع. تلاقيني انا مزود في الوزن طبعا، وزن تقيل. واحدة واحدة. لو هتحط وزن تقيل شوية خلي حد يبقى واقف معاك. ده كده تعتبر تالت تمرينة اللي هو جهاز الدفع بمختلف أشكاله. بيبقى في كل جيم ممكن تلاقي جهاز مختلف. أنا هنا هبتدي ألعبها سوبر ست. هعمل 10 عدات نازلة وطالعة كاملة. ركز كده في المجموعة دي. هلعبها سوبر ست. بص أنا شلت. دي كده بداية السوبر ست. بخش 10 عدات أو 12 عدة. أنا شباب على فكرة ما مش بعتمد على أرقام. يعني أنا في بداية التمرين ممكن أعتمد على أرقام، لو أنت مبتدئ ممكن تعتمد على الأرقام، تعتمد على 10 عدات 12 عدة 15 عدة. أنا واحد متقدم بلعب لحد ما أوصل لمرحلة الفشل العضلي. مش بعتمد على أرقام. يعني ممكن ألعب مجموعة 5 6 عدات وأبقى أنا كده وصلت للفشل العضلي. دي السوبر ست كده أهو. أنا جبت 10 عدات كاملين و10 عدات نص، وبسلمني على القوات بتاعتك. تلعب 10 عدات كاملين و10 نص. اتفرج على عضلاتك بعدها. هتلاقيني طبعا داخل بنفس الوزن. مزودتش في الوزن ده عشان هو الوزن اوريدي تقيل وبعمل منه 20 عدة. ممكن كمان بزود. لو ملاحظ برضو على ايدي انا حاطط ايدي عشان انزل للاخر. حاطط ايدي على صدري عشان رجلي وهي نازلة تخبط في ايدي اعرف ان انا كده نزلت للاخر. هتلاقيني بص بجيب برضو 10 عدات نص عدة. طبعا ألم ووجع فظيع. رجعنا تاني لجهاز اللي هو الليج اكستنشن. بلعبه زوجي المرة دي. سوبر سيت برضو. عدة كاملة. 10 عدات كاملين وبعد كده نص عدة. ركز في اللي أنا بعمله. هتلاقي نص عدة أنا مبطلعش للآخر. طبعا هتحس بنار في رجليك.
10 عدات كاملين، وعلى قد ما تقدر لحد ما توصل لمرحلة الفشل العضلي. بحاول ألعب الأماميات لوحدها والخلفيات لوحدها في الرجل، بس أنا التمرينة دي ضمتهم مع بعض عشان أصورها بس. أما أنا في الغالب بلعب الأمامي لوحده والخلفي والسمانة لوحده، في يوم تاني لوحده خالص. دي برضو بلعبها سوبر ست، دي برضو بص بلعبها سوبر ست، عدة كاملة، وبعد ال10 عدات الكاملين بيبقى فيه كذا عدة نص عدة. أنا بحاول طبعا أظبط تصويري في الجيم، وأظبط بإذن الله الصوت. الأحسن إن أنا أصور وأسجل وأتكلم وأنا بتمرن، ده هيبقى أحسن كتير عشان أقدر أشرح. بس طبعا زي ما انتوا شايفين الجيم يعني زحمة جدا. كده نكون خلصت حلقة النهاردة، يا رب تكون الحلقة فادتكم. لو عندك اي سؤال اكتبهولي تحت في الكومنت، متنساش اللايك والشير والسبسكرايب وشغل جرس التنبيهات عشان اول ما انزل حلقة يجيلك اشعار. اشوفكم الحلقة الجاية، سلام.